من له مصلحة في هذا التوقيت بالذات أن يسكت أسعد الشرعي. هم يعني وضعوا أمام أعينكم أن أسعد الشرعي أساء للملك. أنا حاشا لله أن أسيء للملك، وأقولها للعالم. 98% من كلامي عن الملك إيجابي. ملك المغرب أحترمه وأقدره، وأقدر كل مغربي، وأقدر كل مرأة مغربية، وكل إنسان مغربي، سواء ممن التقيتم ومن لا التقيتم. عاملين حملات علي، كل الحملات تصب في صالحي، لكنها تستخدم فيها مقدسات المغاربة بس. هذا الذي يسوءني، ويسوءني أيضا لا أريد أبرأ إلى الله أنا أن أكون مادة أو سببا في خلاف مغربي. لا لا، أنا جئت هذا البلد وشربت من ماءه، واستظليت تحت سماءه، ومشيت في أرضه، ودخلت بيوتكم يا مغاربة. والله لن أخذلكم، أقسم بالله إلى آخر نفس لن أخذلكم أبدا 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 في الحق. صفوا نفوسكم، صفوا قلوبكم. أنا ما طلبت شيء، أنا ما طلبت هذه أشياء ربانية يا أخي. المحبة ما كان من القلب وصل إلى القلب. براني أنا لا أعتبر نفسي براني، أنا مغربي، مغربي الهوى، أحب البلد، أحب أهل البلد، أحب تراثكم، أحب ترابكم، أحبها كأنها بلد اليمن. أحيانا لا يأتي اليقين إلا بعد الشك، حتى في الله، في ذات الله سبحانه وتعالى لا يأتي اليقين الكامل إلا بعد الشك. فالتشكيك ما كان تشكيك، بالعكس أنا قلت الذي جعلني أهتم وكذا تكبر في راسي إن الذي دشن السيارة الملك. وقلتها، شوف هذا الكلام، أزالوه من المقطع، ما أخذوه، قصقصوه. قلت يا جماعة أنا الذي يجعلني أخذ الموضوع مأخذ الجد، وأن السيارة فعلا مغربية 100%، أن الذي دشنها هو ملك المغرب الذي ما علمنا عليه من شطحات قط. حاربوني بشرف، طلع نافسني في مواقع التواصل الاجتماعي، بدل أن تمرض وتتعب وتمارس الإرهاب الفكري على المغاربة. تخيلوا أنه يفرضون أنفسهم أوصياء عليكم. أوصياء هم الذين يقولون لكم من تدخلوا لايف، وأي لايف ينبغي ألا تدخلوه، والذي لايف. الآن تخيلوا أسعد الشرعي، التواجد في صفحة أسعد الشرعي، أنتم اليوم الموجودين والذين ستتكلمون سيقال عنكم أنكم خونة، وأن هذه المنصة مشبوهة، وكيف يدخلها مغربي، بحجة أنه كيف تدخلوا عند واحد أساء للملك. خلاص هم اكذب حتى يصدقك الناس. هم يعني وضعوا أمام أعينكم أن أسعد الشرعي أساء للملك. أنا حاشا لله أن أسيء للملك، وأقولها للعالم. 98% من كلامي عن الملك إيجابي. ملك المغرب أحترمه وأقدره، وأقدر كل مغربي، وأقدر كل مرأة مغربية، وكل إنسان مغربي، سواء ممن التقيتم ومن لا التقيهم، لأنني علاقتي بهم أخوية من القلب. حتى لو أخطأت يتقبلون الخطأ، لكن أن يستخدم الملك وتستخدم الملكية ويسائل الشعب المغربي على أنه واحد يمني يضحك عليهم، سواق تاكسي يضحك على شعب بأكمله واستغفلهم واستحمرهم، وصدقتوه وانتوا اللي طلعتوه، يلا نزلوه كذا. والآن يمارسون الوصاية عليكم أنتم أبناء شرفاء أحرار، أبناء عائلات محترمة. يقال لكم لا تدخلوا حق أسعد الشرعي. أسعد الشرعي عنده أفلام إباحية. يمكن انتبهوا لعيالكم وبناتكم يا مغاربة، لا تتركوا أبنائكم وعيالكم يدخلوا منصات أسعد الشرعي ينشر أفلام إباحية. أسعد الشرعي هذا يدعو للإلحاد. أسعد الشرعي يضرب في الذات الإلهية. أسعد الشرعي هذا يشكك في السنة النبوية. أسعد الشرعي عنده مشاكل دينية، وانتبهوا هذا خطير، وهذا يسب الملك ويسب الدولة وكذا. وتواجد المغربي في هذه المنصة هو دليل على أنه خائن وعلى أنه كذا، وسيرفع عليه دعاوى قضائية ومش عارف إيش. حتى الوصاية عليكم، أنتم فارضين على أنفسكم وصاية عليكم، المغربي. وكل هذه الأمور الذي استخدموها ضدي، وأنا لا شيء، أنا لا أعدو قدري يا جماعة، أنا أضع نفسي، هم الذين يعلون من شأني. على فكرة كل هذه الحملة التي ترونها في صالحي، كل الحملات تصب في صالحي، لكنها تستخدم فيها مقدسات المغاربة بس. هذا الذي يسوءني، ويسوءني أيضا أنني لا أريد أن أكون مادة يختلف عليها المغاربة. أقول لمن يحبوني دافعوا على مقدساتكم فقط، لا تدافعوا على أسعد الشرعي، لا تجعلوني مادة، مع احترامي وتقديري لدفاعكم وموقفكم معي، لكن
عليكم أيضا أن تأتوا إلى هؤلاء شذاذ الآفاق الذي أعماهم الحقد، في قلوبهم حقد على أسعد الشرعي. والله لا ملك ولا ملكية ولا هم ملكيين، وحتى وطنيتهم وطنجية خبلة، في قلوبهم مرض. ليش اليمني هذا له هذه المكانة عند المغاربة وإحنا مغاربة لا نملك هذه المكانة؟ هذا كل ما في الأمر، هذا الزبدة، عشان ما تتوهوش ولا تروحوا بعيد. ليش البراني هذا اليمني يلقى هذا الرواج ويلقى هذا المحبة من المغاربة وإحنا المغاربة لا؟ ليش؟ فبدأوا ينفثون أحقادهم وسمومهم، وكلهم أصحاب قنوات دفع مسبق. اسمي كسب هذا الأيام، اسم أسعد الشرعي في العنوان يجلب مشاهدات، اسم أسعد الشرعي في الصورة أسعد الشرعي حكاية أسعد الشرعي. بس اكتب أسعد الشرعي وشغل قناتك باسم الملك، باسم الملكية، باسم الوطنجية، عادي. هؤلاء لا هم لهم إلا حقد وغيرة عليهم. وهؤلاء قلنا لهم في لايف اليوم: دعوا القلوب ما لها دخل بجغرافيا يا حبوب. ما تقدرش تجي تقول ليش المغاربة أحبوا يمني وما أحبوني أنا وأنا مغربي، ما تقدرش، لأنه هذا القلوب والمحبة هذه عند أرحم الراحمين، ما هو بيد المغاربة ولا بيدي. أنا أحبكم حتى لا أدري لماذا، أموت في المغرب، أعشق المغرب، أعشق ترابها، حتى ترابها كأنه بلادي، كأني اليمن. المغربي عندما أحضنه كأنه أخي، كأنه من بقية أهلي، لا أدري لماذا، من الله. فبالتالي ما لا علاقة بالجغرافيا. مغاربة يحبون يمني يحب المغاربة، ما لها علاقة بالجغرافيا. انه كيف المغاربة كيف ليش انتم تتجمعوا عليه؟ ليش يعني قنابل ام حسن وهذا تفجرت عند واحد يمني، ليش ما تفجرت عندنا؟ لماذا لا نوجد منصة ونلقي هذا البراني وكذا؟ ماذا فعل بك هذا البراني؟ المحبة والقبول من الله. ديروا النية، كونوا كالمغاربة الأصليين، ديروا النية كما هي طبع المغاربة، صفوا نفوسكم، صفوا قلوبكم. أنا ما طلبت شيء، هذه أشياء ربانية يا أخي. المحبة ما كان من القلب وصل إلى القلب. براني أنا لا أعتبر نفسي براني، أنا مغربي الهوى، أحب البلد، أحب أهل البلد، أحب تراثكم، أحب ترابكم، أحبها كأنها بلد اليمن. أنا قلت أنكم الأهل بدل الأهل، وأن المغرب هي البلد بدل البلد، لأني أشعر كأني في اليمن، لأنني ممنوع من اليمن ومسدود في يعني الأبواب اليمن مغلقة في وجهي، فوجدت هذا البلد كأنني بين أهلي. لماذا تعتبروني براني؟ أنا لا أرى نفسي براني، أنا لا أرى نفسي غريبا. أنا دخلت بيوت المغاربة أقسم بالله كأني أعرفهم من قبل 50 سنة، أقسم بالله كنت أدخل بيوت ناس بدون حتى سبحان الله وأخذ راحتي كأني واحد من البيت. ليش بتعتبروني ذلك الغريب وكذا؟ أنا ما ضريتكم بشيء، أنا بشيء يا أخي. إذا أنت غيور على الملك، هناك من يسبونه ليل نهار. هناك واحد في كندا والله العظيم يا جماعة لو أعطيكم الصور، حتى زوجة الملك ذكرها، حتى نساء القصر الملكي ذكرهن. والله هؤلاء الذي متفرقون لأسعد الشرعي لم يحرضوا عليه أحد، وهو مغربي في كندا، يسبكم ويسب الملك ويسب زوجة الملك ويسب الملكية كلها ويسب كل شيء والبرلمان، يسب كل حاجة. لم أرى حملة شعواء عليه كما هي على أسعد الشرعي، عشان تعرفوا أن القصد ليس الملك. لو قلت الملك أنا قلت السيارة بقرة بني إسرائيل. يسب الملك ليل نهار. إذا عندك غيرة اذهب إلى هؤلاء. مسعد الشرعي ما سب الملك، أنا ما سبيت. أنت أخرجت كلامي عن سياقه وتريد أن تحرض المغاربة علي وعلى منصتي باسم الملك. الملك عندك سيف مسلط، الملك عندك أداة مادة إعلامية. ينبغي على شرفاء المغرب لا تدافعوا عني، أقول دافعوا عن ملككم من هؤلاء المغاربة الذي يستخدمونه كمادة. دافعوا على ملكيتكم الذين يهونون من قدرها لدرجة أنه واحد سائق تاكسي جاي يهدم الملكية ويسقط نظام الحكم في المغرب. دافعوا على ملكيتكم، لا تدافعوا عني. اذهبوا إليهم قولوا من هو هذا أسعد الشرعي الذي أكبرتم من شأنه. يعني الرجل يقول لكم أنا إنسان بسيط سواق تاكسي. شوفوا سواق تاكسي الآن، أكمل هذا اللايف وأخرج أخذ لي ناس ألقط لي أكلي رزقي. لماذا تكبرون من شأني؟ ليش هذا الحقد؟ أنا إنسان عادي، لا أستاذ ولا دكتور ولا أكاديمي، صاحب رأي.
إذا قلت رأيي في سيارة، قلت رأيي في تطبيق، هذا الرأي لا ليس قدحا في ملك ولا في غير ملك ولا في شيء، رغم أن كلامي أخرج من سياقه. لذلك للشرفاء المغاربة وسأعطيكم الدور الآن تتكلموا، لا تدافعوا عني. أنا يحز في صدري أن أكون موضع خلاف بينكم كمغاربة أبدا، ولو أنه لا يوجد. أنا الذي يسمعني الآن يقول أنه في 50%، لا والله العظيم إني متأكد أنه 98% من رواد مواقع التواصل الاجتماعي علاقتي بهم أخوة ومحبة وكل شيء، لكن يبدو أن هناك من انجر وانخدع وأخذتهم العزة بالإثم، ويريدون أن يصوروا أسعد الشرعي عدو. وأنا لست عدوا للمغرب، أنا محب لهذا البلد، محب لتراب هذا البلد، محب لتراثكم، لأرضكم، لبحركم، لجوكم، لأكلكم، لطبائعكم، لقلوبكم، محب لكل شيء في المغرب، حتى السلبيات أحبها في المغرب. لماذا تصوروني عدو؟ والله لو كنت وطنيا، أنت يا من تحرض علي، لو كنت محبا للملك وكنت محبا للملكية وكنت محبا للمغرب لما عاديت هذا اليمني الذي أنا اليوم أدفع ضريبة. أنا لا أريد منكم جزاء ولا شكورا. لا أريد الآن أني مثلا أستعطف أحد وأقول قوموا معي أو شيء أساءوا إلي. أنا اليوم في هذه اللحظة ومنذ أسبوعين لا يسبني التبونيون، يسبني مغاربة، وهذا يحز في الصدر، لكنهم شرذمة قليلون. والذي يحز في صدري أنهم شرذمة قليلون، والذي يعني جعلني أقول هذا الكلام أنهم يقحمون المقدسات بشكل يعني ماذا أقول، فج. مقدسات المغرب كلها يضعونها في مقام واحد مثلي. ملكنا ليس علكة، ملكيتنا أكبر وأعظم من أن تصوروها أنه واحد جاي يهدمها. الشعب المغربي ليس غبيا حتى تصوروه أنه جاء أسعد الشرعي ضحك عليه. لسنا أغبياء. دافعوا على هذه المقدسات. أنا لي رب يحميني، والله ما ضرتني سعودية ولا ضرتني إمارات ولا ضرتني كل قوى وشذاذ الآفاق، ما ضروني، ولا ضرتني جزائر بكل ما فيهم من حيونة وبغلنة وشذوذ فكري وسب، ما ضروني. هذه يضرني 5 6 10 ما أدري كم، شوية شرذمة قليلون يضروني. لا والله أنا يحز في صدري أنه مقدسات المغاربة أصبحت علكة. أنا فلا تدافعوا عني، أنا لا تدافع عني، ولا أنا ملزم حتى أن أدافع عن نفسي. والله أن القافلة تسير والكلاب تنبح، ولو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بديناري. صحيح أني تحصل مرارة، لكن أنا أعلم أن كل مغربي شريف بكامل قواه العقلية والنفسية داير النية وحاقد، هذا يحبني وأنا أحبه. الحمد لله لا يكرهني إلا شذاذ الآفاق، شذاذ الآفاق الذي بسبب حقدهم علي وحقدهم على منصتي. يا أخي حسودين، اللهم كثر حسادنا يا أخي اللهم كثر حسادنا. أنا أقولها لكم، قولوا آمين يا شباب. اللهم كثر حسادنا، كثر حسادي يا رب العالمين، لأنه كلما حسدوني كلما زادت الشعبية أكثر. شعبيتي في البلد المغربي هذا ليست شعبية، والله أنها أخوة في الله، وأحبهم ويحبوني، ويحزنون لحزني وأحزن لحزنهم، وبيننا يعني علاقة أخوة حقيقية. أنا جئت هذا البلد وشربت من ماءه واستظليت تحت سماءه ومشيت في أرضه ودخلت بيوتكم يا مغاربة، والله لن أخذلكم، أقسم بالله إلى آخر نفس لن أخذلكم أبدا أبدا أبدا، في الحق وفي قضاياكم العادلة وفي وحدتكم الترابية وفي الدفاع عن محارمكم وعن نسائكم، لأنها هذا واجب علي. أنا دخلت هذا البلد وسيكون لي شأنا في هذا البلد، وأقسم بالله أنني سأرفع رأس كل مغربي عرفني أو أدخلني بيته أو اعتبرني صديقا. أقسم بالله لن تندم أنك عرفت واحد مثل أسعد الشرعي، بل سيندم يوما من عاداني أو من ناصبني العداء أو من حقد علي. سيندم يوما، سيؤنبه ضميره يوما ما، سيصطدم أمام حوائط، أمام حائطات، أمام جدران غليظة. لن تستطيعوا معي صبرا. أنتم أمام واحد مدرعة. أنا ماني ابن أمس، ولا أنا دخلت مواقع التواصل الاجتماعي قبل يومين. أنا باعي طويل، أنا عندي تجارب. غيركم وين
حاول غيركم اشتغلوا به، ما حد استطاع. ليش؟ لأننا يقول لك امشي عدل، كما يقول المصريين امشي عدل يحتار عدوك فيك. أنا ماشي كذا نيشان، ما عندي لا يشمل ولا يميل، لذلك سيحتار خصومي سيجدون أنفسهم يدورون حول كالذي يلاحق ذيله. شفتوا الذي يلاحق ذيله؟ سيدورون هكذا. أنا عندما يعني أقول لإخواني المغاربة إن كان من لكم من تحرك فليس من أجلي، لا أريد أبرأ إلى الله أنا أن أكون مادة أو سببا في خلاف مغربي، لا، ينبغي أن يصنف هؤلاء أن هؤلاء يعني استدعوا الملك لأشياء تافهة، واستدعوا الملكية وهونوا من أمر الملكية والشعب والملك لدرجة أن ينالوا من فلان أو علان أو مثل أسعد الشرعي. أما أنا فأؤكدها ل4500 شخص هنا وسيراني غيركم، ولكم أن تنشروا هذا المقطع. هذا تعميم، المقطع هذا ليس فيه حقوق نشر، ولكم أن تنشرونه. أقسم بالله أنني لا أحمل حقدا على ملك المغرب، وأنني أحمل له كل التقدير والاحترام. نختلف في سياسات خارجية، نختلف، هذا حقي، نختلف بكل أدب وبكل احترام، هذا حقي. ما عدا ذلك أني أراه رجلا نزيها نظيفا، علاقته بالشعب جعلتني أحبه أكثر. يعني لا عندي أي شيء، وأقدره وأجله، ولست عدوا لا للملك المغرب ولا لأي مقدس مغربي ولا لأي إنسان مغربي من حيث الأساس. أسعد الشرعي لا يعلم أن لدينا نوابغ مغربية ومشروع تصنيعي، وإن شكك بالسيارة هو حر في رأيه. لماذا لا يهاجمون من شكك بوجود الله، من نفي السنة النبوية؟ ونحن نلاحظ انتشار العلمانية والإلحاد ولا أحد يهاجم هؤلاء. إن هدف هؤلاء الحقيقي هو دفع أسعد الشرعي لكي يكون ضد المغرب، ليقولوا انظروا لقد قلنا لكم بأن العرب المشارقة لا خير فيهم وبأنهم سينقلبون علينا. الرجل يضحي بحياته وحياة عائلته ومهدد بالقتل، بدل أن نقف بجانبه ونسانده نجعله عدوا لنا. يا أخي أسعد، لا يمكن أن ينكر هذه المجهودات التي قمت بها سوى لئيم مأجور حاقد وحاسد. نحن معك قلبا وقالبا. سمعتك الطيبة لن يلطخها من يصطادون بعض الأشياء التافهة لتكوين محتوى، فمعظم المغاربة يحبونك. استمر ولا تلتفت لهؤلاء التافهين، كما قال الرقراقي دير نية وسير. الله يحفظك أختي أسماء، الله يكرمك ويبارك فيكي. يعني فيما يخص السيارة يا أخوان، دعوني أزيل هذا اللبس. بعض الإخوة المغاربة غضبون لأنني قارنتهم بالجزائر، وهذه أنا بصراحة أخذت لهم حق في الموضوع. هي من أجل تغريدة يا جماعة، هذه أول تغريدة أقولها في الحساب جديد. أنه الجزائر قبل 2 أو 3 شهور تكلمت عن سيارة، واليوم المغرب تكلم عن سيارة. مجرد هذا الربط أغضب المغاربة، وهذا من حقكم. للأمانة أنا لا أقارن أي شيء، والله لا أقارن تبون بالملك محمد السادس، ولا أقارن المغرب بالجزائر، ولا أقارن حتى الإنسان المغربي بالإنسان الجزائري من حيث الخلق والأخلاق، لا أقارن في شيء، والمقارنة معدومة. أما مسألة أنه من متى أنتم الدول العربية لا تصنع دراجة، وهذه العبارة أيضا أزعجتهم. هي عبارة عن أنني هكذا فكرتي أنا عن الدول العربية. الذي أعلمه أنه العرب لا يصنعون، هذا الذي أعلمه أنا وتعلموه أنتم. لذلك عندما فجأة سيارة مغربية، هو أحيانا يأتي اليقين بعد الشك يا جماعة، حتى مع الله. ما بالكم سيارة واحد شك متى، كيف، منو، منين، لماذا، على أي أساس، من أين جئتم بهذه السيارة؟ قلت يا جماعة أنا الذي يجعلني أخذ الموضوع مأخذ الجد، وأن السيارة فعلا مغربية 100%، أن الذي دشنها هو ملك المغرب الذي ما علمنا عليه من شطحات قط. هذه شالوها، شوفوا التدليس والوساخة. أخذوا دراجة، من متى المغرب تصنع ولا تصنع دراجة، وشالوا وحطوا صورة الملك. إذن أسعد الشرعي شكك في السيارة، فبالتالي هو ضرب في الملك. شوفوا الربط، تربط ملك البلاد بسيارة، ملك البلاد سوق سيارة مثلي، وشالوا الجزء الآخر. وأنا أقول شوف هذا مغاربة، أنا أكلمكم عن مغاربة بيقصقصوا كلامي عشان يسودوا صورتي قدامكم. شالوا جزئية، وأنا أقول ما دام أن الملك يعني هو الذي دشن هذه السيارة،
فالموضوع ينبغي أن يدرس الآن متى بدأ هذا المشروع ومتى كذا، لأننا ما جربنا على الملك المغرب من شطحات قط، وما جربنا عليه من كذب قط، وما جربنا عليه من شطحات ولا كذبات أبدا قط. هذا الكلام شالوه وصوروا أسعد الشرعي فقط أنه صور شكك في سيارة يقف بجانبها الملك محمد السادس. شوفوا الأسلوب الحقير، شوفوا الأسلوب التافه، شوفوا بس كيف أن الملك حتى في شأن الملك يقصوا الأشياء الجميلة التي قال سعد الشرعي في الملك، وينقلون الأشياء التي يعتبرونها ويخرجوها من سياقها. سعد الشرعي أنكر السيارة وبالتالي أنكر قرارا أو تدشينا ملكيا. هذا فقط حتى تتضح الصورة. أستاذة أسماء، لا أدري صراحة كيف أشكرك. هم الآن يعني لا يستهدفوني أنا شخصيا، أنا لا أمهم هؤلاء المتجنين، هؤلاء الذين يهاجموني. أنا على الصعيد الشخصي لا أهمهم في شيء، هم يستهدفون المنصة. شوف بالله عليك، وأنت مغربي وكل من يسمعني الآن مغاربة، من له مصلحة أن يسكت أسعد الشرعي ومنصته في هذا التوقيت بالذات بعد أم حسن وأبو حسن وبعد البلارج وبعد هذه الفضائح؟